منظرها محترم قوي. بص بطايه في الاخر، لو هاخد بطايه كامله يدفع 1000 ونص. اهلا بكم في مقارنه الاكله اللي بتطلع من الست، يا تطلع زفره يا تطلع مش مستويه، ولذلك بيطلبوها من المطاعم، ولا توجد ست في عصرنا هذا بتعرف تعملها، وهي البط يا جماعه المحمر في السمنه. واول واحد معانا قصر الكبابجي، تاني واحد معانا حجوجة، تالت واحد هو ابو شقرة. ويلا بينا نقارن البط المحمر في السمنة. واول بطايه معانا هي من حجوجة ب 380 جنيه النص بطه يا جماعه، بيجي معاها عيش وملوخيه، وده رز تحت البطايه. انا سالتهم مفيش بطه بالكرنب، يا لهوي على البط بالكرنب يا جماعه. عند حجوجة كانوا بيعملوه. وللعلم قبل ما اكمل كلام وتقول لي انت هتعمل اعلان لحجوجة، انا مش هعمل اعلان لحد. بطه دي اللي يتقال عليها بطه، دي بطه. يا حلوه يا بطه. شايفين المنظر؟ ريحه المرطه، حمرنا في المرطه ولاد اللذينه. نسمي الله وبلاش اوفره عشان الناس ما تقولكش يا عم انت بتعمل دعايه للمطاعم، وانا مش عامل دعايه لحد خالص ولا هم يعرفوني. يلا بسم الله ندوق الرز. لو عايز تاكل رز ساده بس روح حجوجة، كل انواع الرز اللي بيعملوه تحفه، بيعملوا سمنه بلدي على الرز بيخلي طعم الرز خرافه. هذا هي الملوخيه اللي جايه، وبأمانة الله ريحتها لما اتفتحت زوبعت المكتب. صح قول صح ما تتكسفش. الله فيها عرق محترم. وكعادة مقارنات هاني فود يحب يوزن المنتج اللي جاله. نص بطة 575 جرام، يعني هنقول نص كيلو صافي بعد الذبح. منظر ايه، بتلمع بنت اللذينة، ووركها ورك بطة. شايفين وركها عامل ازاي؟ ايه ده؟ ايه المنظر الجميل ده؟ دقنا حتة من الورك طعمة، وحتة الجلدة اللي بره دي يعني طعم السمنة واضح فيها، وطعمها نضيف قوي ما فيهاش زفارة وناعمة. حتة من الصدر. ولحم البط يا جماعة لحمة حمراء، ما تبقاش زي الفراخ لحمة بيضة. شايفين منظر حتة اللحمة؟ ودي من اللحوم اللي بتبقى فيها نسبة كوليسترول قوية، فدي ما تاكلهاش بكثرة. نختمها بمعلقة ملوخية على شوية رز، تاخد حتة كوكو كده حطها. انا بحب الورك اكتر، واتمنى من الله ان في مطعم يعمل نص بطة وركين، نضيفة قوي فالزفارة طعمها حلو. خش على بعض. تاني واحد معانا قصر الكبابجي، ونص البط عندهم ب 750 جنيه يا جماعة بالتوصيل والضريبة، ومن غير التوصيل ب 610. ونسمي الله. وبيطلع معاها خضار. هناك بيطلعوا رز رز وملوخية في حجوجة، هنا طلعوا رز وخضار تورلي. نسمي الله ونشوف ونسمي الله. وعايز اقول ان دي شكلها هنا البطة قاعدة مستنياك. دي بطة، دي برضك يتقال عليها ان دي بطاية منظرها محترم قوي، ومتحمرة من كل الاتجاهات، من جناحها للزلموكة لزورها متحمرين. كعادة هاني فود يوزن الأكل بتاعه. وهنا أكبر 100 جرام يا جماعة من حجوجة، ومنظر وريحة جبارة، وجايين صباعين محشي. احنا مش هندوقهم ولا هنقيمهم. هنا حاطط لك شوية رز بسمتي، وهنا رز بشعريه اللي بيجي مع البطايه. مش فاهم ايه بقى شويه دول. بتختار معاها نوع من الخضار، وانا اخترت باميه مش تورلي. انا اتلخبطت، انا كنت فاكر في تورلي وفي باميه، انا اخترت الباميه.
وتحياتي لقصر الكبابجي، وبأمانة الله ما اعلان لحد ان يعمل باميه زيرو. دي اسمها باميه زيرو، الباميه الصغننه دي اسمها باميه زيرو. دي باميه زيرو تتاكل كده. احترموا قصر الكبابجي، بيعمل خامه. هندوق الرز بتاع قصر الكبابجي، رز نضيف ما فيهوش كلام. هات لي بقى البطايه، بص كده بتلمع قدامك، بتلمع من تحميرتها في السمنه. بسم الله، وناخد حته من الورك زي ما دوقنا هناك. طيب الطعم، الورك عارف انت ليه طعم تاني عن حجوجة خالص. فيها طعم البط الجميل ولكن تختلف عن الطعم التاني، والاتنين حلوين. نخش على الصدر، نفتح كده، هاتلي كده. بص بص بقى المنظر ده البط. بص حته دهنه، بص جلدتها ايه ده يا عم، كل دي جلدتها. البط بيبقى جلدته ايه، سمينه قوي. تتبيله تقريبا، ده لون تتبيله. بسم الله، نضيفه ما فيهاش كلام، ما فيهاش زفاره خالص، ولكن طعم السمنه واضح اكتر في بطه حجوجه. في مزيكا. بص مكان ايدي ما كنت ماسك البطه، ايه ده يا نهار ابيض. خش على بعض. واخر واحد معانا ابو شقره يا جماعه، وسعره كان معقول ما بين الاثنين. حجوجه ارخص واحد، ولكن ابو شقره في الوسط ب 434 جنيه. عزيزاتي ست البيت، اتعلمي البط لجوزك، اتعلمي البط لجوزك، ما تخليش جوزك يروح ياكل بط بره. افهمي اللي انا بقوله. البطه دي واقفه، بطه قصر الكبابجي واقفه عليها ب 750 جنيه، بطه قصر الكبابجي تقف على جوزك ب 750 جنيه؟ حرام. وفري له، ده نص بطايه. في الاخر لو هياخد بطايه كامله يدفع 1000 ونص. ايه يا جدعان يا البلد دي، ايه اللي حصل في البط في البلد دي؟ ويلا بسم الله ونشوف ابو شقره بقى. ده باشا مطعم كان من طعم يعني، كان ايه بيقول لك بشواتي. هنا البطه بشكل مختلف تماما، وتحس ان هي مدهونه صلصه، وتحت منها رز شبيه للفريك بالخضار والزبيب. وكعادتنا نوزنها. يعني هي وحجوجه نفس الكلام، بطايه نص كيلو. ولكن عايز اقول ان ابو شقره ما ادانيش حتى معلقه اكل بيها. ايه يا ابو شقره، انت مش عارفني انا منظري عامل ازاي؟ انت شفت كرشي قبل كده؟ فاكر ان انا لما اجي اكل بطايه اكل معاه الجزر والخيار والجو ده؟ لا يا عم يا جماعه، لا احترموا كروشنا. مش هقول لك عقولنا، لان مفيش عقل بيقول كل اكل مش هيلسي. هنسمي الله وبلاش نحكم حكم ظالم. ولكن ايه المنظر ده؟ مدهونه ايه دي؟ ايه التتبيله دي؟ كاتشب ده ولا ايه؟ مدهنينها كاتشب؟ ده كاتشب يا جماعه ولا ايه؟ صلصه وفيها فرايتي كده، كذا حاجه مع بعض. ولكن هنا البطه تحسها ما اتحمرتش في السمنه، يعني هي اتحمرت في معده معينه، ما غرقتش في ناس. انا كنت عامل فيديو في مطعم كان منزل البطه في سمنه زي كانه بيقليها، عارف اللي بيقلي زي الطعميه كده، كان منزلها كده بتتقلي. فده تقريبا واخده وش سمنه خفيف خالص. صريح معاك ان اول حته بالنسبه لي حاسسها بتعض سنه. بص منظر اللحمه هنا مش عاجبني، اللون ده مش عاجبني الصراحه خالص، واللحمه بتشد، ودي مش بطه فريش. فالورك ده نستبعده ونسمي الله وندوق الرز. ايه نوع الرز ده بقى؟ في رز افراح، في رز بالكاري، لكن رز عامل نفسه بسمتي وبالزبيب. ايه الرز الغريب ده؟ البطايه هنا مش عجباني، ودي بطه ما غرقتش في السمنه زي ما احنا طالبين من المطاعم التانيه. دي بطايه دخلت الفرن واللحمه بتشد، والحته دي مش عجباني خالص. دي كان عندها جلطه في رجليها، ربنا يعافينا يعني، لان الدم متجلط في الحته دي. ولكن تعالوا ندوق الصدر. لازم يبقى محمر، لازم تبقى اللحمه لونها احمر، لان ايه المنظر ده في اللحوم في البط والحمام بس. طعمها مش اقوى حاجه خالص. الاتنين اللي فاتوا كانوا ينافسوا بشراسه في البط،
لا لا، ويعني النص البطايه دي فلتت خالص من عند ابو شقره، ومنظر اللحمه ده مضايقني قوي، مش مبسوط المره دي من ابو شقره. وانا مش ضد ابو شقره، بالعكس ابو شقره كان احسن فرخه مشويه في المقارنه اللي فاتت. واخيرا هنقول ان ابو شقره طلع من مقارنه البط خالص. بالنسبه لنا حجوجه طعم السمنه واضح، وقصر كبج كانت البطه جميله ما فيش كلام، والاثنين الرز كمان حلو، والخضار اللي جاي مع البطه حلو، وكلام كله جميل. ابو شقره مش معانا في المقارنه دي خالص. لو انت بتحب نص بطه من عند حد معين اكتب لنا في كومنتات، عشان في مقارنه جايه هنقارن بردك لسه احسن بطه في مصر. واقفل الفيديو وما تنساش تعمل لايك. كان معكم هاني فود، واستنوا مقارنات كتير، واقترح عليا حاجات اقارنها، وسيبني استمتع بالاتنين اللي فاتوا.